فنانين معروفين بالرخامة والدم التقيل. القبول ده نعمة كبيرة من عند ربنا، لكن في ناس كده مجرد ما بتشوفها بتتقفل، وفي عالم التمثيل عندنا منهم كتير. رامي وحيد هو ابن الفنان سمير وحيد، مشهور بالممثل اللي دمه تقيل والرخم حتى في اختياره لأدواره. بدايته الفنية كانت في فيلم الجراش، وليه أدوار كبيرة في عدد كبير من المسلسلات، واللي كان آخرها مع محمد رمضان في مسلسل موسى. تامر هجرس بدأ مسيرته الفنية بفيلم بركان الغضب، مشهور بلونه البرتقاني، ملوش أي قبول خالص على الشاشة، وكان آخر دور مشهور ليه هو دوره مع عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية، ومن بعدها اقتصر ظهوره على الأدوار الشرفية والبرامج التلفزيونية. محمد كريم خريج كلية طب، وللأسف قرر ما يشتغلش بشهادته ويتجه للتمثيل ويقهرنا. بدايته كانت في مسلسل إمبراطورية ميم، والجمهور بيوصفه بالممثل التنح. منة عرفة وصفها الجمهور بالمتصنعة. ظهورها في طفولتها مع أحمد حلمي في فيلم مطب صناعي كان دفعة قوية في الفن، لكن لما كبرت الوضع اختلف تماما، وظهورها في أي عمل بقى غير محبوب من المتابعين، وشافوا إن عملها كعارضة أزياء هيكون أفضل ليها ولينا. رانيا محمود ياسين دخلت مجال الفن بالحب والجمايل عشان أبوها محمود ياسين. كانت بدايتها مع عبلة كامل في فيلم قشر البندق سنة 95، وبعد فشلها في التمثيل دخلت سكة الإعلام، لكن المرة دي برضه فشلت. الفنان حاتم ذو الفقار اتشهر بدور الرخم، وكان شاطر فيه جدا وبيتقن دوره على أكمل وجه، لدرجة انه لما كان بيمشي في الشارع الناس كانت بتقوله انت ممثل شاطر بس رخم وغتت جدا. كان بيضحك وبيعتبر ان ده نجاح كبير ليه وللشخصيات اللي مثلها. ميسة حمدان أردنية وعاشت في مصر ودرست في كلية التجارة جامعة القاهرة. كانت في الأصل مذيعة، لكن اتجهت للتمثيل بعد كده. أول أعمالها الفنية فيلم ظرف طارق، بعد كده فيلم عمر وسلمى. الجمهور عرفها بأدوار البنت الخاينة اللي بترخم دايما على البطلة. تامر شلتوت بدأ حياته العملية كمقدم لبرامج فنية ومنوعة، بعد كده جات له فرصة انه يمثل، وفعلا خاض التجربة اكتر من مرة، لكن الجمهور ما تقبلوش بسبب رخامة أدائه المبالغ فيه، ورجع تاني لشغلته الأصلية وقدم برامج. في النهاية ممكن نتفق أو نختلف عن مقدار موهبة كل فنان أو فنانة، لكن اللي محدش يختلف عليه أبدا هو القبول، وأساس القبول هو الدم الخفيف والإنسان اللي بيكون زي النسمة اللي بتعدي في عز الحر. شاركونا، مين أرخم ممثلين من وجهة نظركم؟